ماشي حبيبتي، اعملي على قدك وعلى قد فلوسك. هاتي، مش لازم تعملي يعني، هاتي نص لبن عليهم ربع كوبايه رز، واعملي زي ما انا ما بعمل كده. ماشي حبيبتي اهو. واسلقيه، انقعيه الاول، وبعد كده سيبيه يتنقع 10 دقايق عشان يتهرى كده. وبعد كده حطيه على النار بكوبايه ميه، وسيبيه منه لنفسه كده، وطي عليه، وما تلاقيه غلي وطي عليه اهو. سيبه كده يغلي. بصوا بقى، السكر حسب الرغبه بتاعتك، حسب التحليه بتاعتك انت بتحبيه ايه. مش هحدد لك سكر معين. وبعدين على اقول لك على حاجه، حاولي ان انت ما تحطيش السكر ياما في حاجتك، عشان ما تحسيش بالسكر بس، تستطعميش بالسكر بس، عشان تستطعمي بالرز بلبن، تستطعمي باي حاجه بتعمليها. حتى في الطبيخ ما تحطيش بهارات كتير، عشان كتر البهارات وكتر الحاجات دي بتضيع طعم الاكل يا حبيبتي. ماشي. حطي سكر كده على قدك عشان تحسي بالرز ابو لبن. حتى في الشاي ابو لبن قللي برضو منه السكر. ماشي. معايا ايه بقى؟ معايا كيس كريم شانتيه وكيس فانيليا. اول دول ما يغلوا يخشوا على الغليان، انا هحط كيس الشانتيه دلوقتي اهو. بصوا اهو، مش لازم يغلي يعني. وبعدين الفانيليا ما بحطهاش الا لما الرز يخش، يعني يا دوبك هيخش على السوا، عشان ما ضيعش طعم الفانيليا في البخار. وهتقلبي كده حبيبتي يا جماله بالكريم شانتيه. كلي وغذي عيالك. وبعدين انا عايزاكي تعملي الرز بلبن ده الصبح، تعمليه وتديه لعيالك وهم رايحين المدرسه، مش بيشربوا الشاي ابو لبن، اديله طبق رز بلبن وقولي له حلو، واكلهوله حبيبتي، هياكلوا على طول بالطريقه دي. ماشي. اول ما يتقل وخلاص هصبه في الطباق، هوريهولكم وانا بصبه في الطباق يا حبايبي، بس عشان ما اكترش عليكم بس. بصوا حبايبي، اول ما يوصل للمرحله دي بكبك كده من الحروف ومن النص كده، تعرفي ان النشا استوت خلاص. بص انا مطيه عليه النار ازاي، مش معليه عليه النار خالص، عشان الحله ما تشيطش وطعمه يتغير اهو. كده خلاص اهو. بكبك اهو، بكبك من الجناب وبكبك من النص. هعمل ايه؟ هطفي عليه واسيبه يهدى شويه، واغرفه في الطباق واوريهولكم وهو في الطباق يا حبايبي. وده حبايبي الرز بعد ما خلص، بصوا ماسك ازاي اهو. اهو عايزه اوريكم حاجه كمان. بصوا الحله مفيهاش حاجه خالص، ولا شيطه ولا فيها حاجه، عشان انا كنت موطيه النار عليه عشان ما يلسعش مني. هتعملي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هتحطي هنا كده جوز هند، اللي بياكل جوز الهند واللي بياكل السوداني اعملي لهم كده حبيبتي وغذيهم اهو. اهو في عندي بياكل بجوز الهند وفي عندي بياكل بالسوداني، وانا لازم اراضي كل الاطراف. عشان ايه؟ اهو. ماشي يا حبايبي. مم. اعملوا لعيالكم حبايبي الرز بلبن ده عشان خاطر يتغذوا. يقول لك يا ماما مش عايزه اشرب شاي بلبن، اعملوا له رز بلبن واكليهم، عشان المدارس عايزه تقويه وعايزه غذاء. انا عاملاه عشان خاطر الاطفال والكبار، وعامله لهم الميني بيتزا عشان برضو ايه السندوتشات. حبايب قلبي اللي على راسي، انتوا تاج على راسي. كل اللي بيقول لي كلمه حلوه ربنا يكبر بخاطره، وكل اللي بيخش ويتفرج على فيديوهاتي انتم تاج على راسي. انتم حبايبي، ربنا ما يحرمني منكم ويخليكم ليا، ودايما كده يا رب تاج على راسي. حبايب قلبي، لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايكات واعملوا لي اشتراك يا حبايبي. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.